عايز أقول لكل واحد بيحلم يتعلم إنجليش ومش مصدق إنه ممكن يوصل في يوم من الأيام لمستوى كويس يقدر بيه يلاقي شغل، يسافر برا، يتعلم حاجة بيحبها، إنك تقدر. باختصار، من سنة كان الإنجليش عندي زي معظمنا كلنا، ما كنتش عارف أفهم بيه حد بيتكلم أو فيلم مثلا بيقول إيه، ومش مقبول بيه في أي شغل. طالب اللغة كشرط أساسي وحقيقي. when you open your mouth you tell the world who you are. من كلامك ولغتك هما بيفهموا عقليتك عاملة إزاي، وبيختارك عشان أنت شبهه، شبه الشركة الانترناشونال اللي أنت بتحلم تشتغل فيها وهو بيحلم إن هي تفضل رقم واحد. عايز أقول لكم السن رقم، أنا ابتديت كبير في السن وده أصعب. أنا 38 سنة وبدأت من سنة، والحمد لله اشتغلت في شركة انترناشونال، وقلت الاتنين تانيين لأ عشان حابب أركز في مجال التدريب وعايز أشتغل فيه وأساعد الناس إن هم يغيروا حياتهم للأحسن زي ما حصل معايا في بيفلو. للأسف ما قدرتش أعمل ده لوحدي عشان كنت عايز تودر أو حد يرشدني، بالذات في بداية الموضوع. دورت ولقيت قصة ميس شيري وإنها بدأت في ظروف صعبة، وسمعتها بعد ما وصلت لحلمها. لقيت نفسي بقول Oh my gosh I wanna be like her. ما شاء الله أنا عايز أبقى زيها. ابتديت معاهم من سنة فعليا كورس الإنجليش from scratch من الزيرو، والحمد لله وصلت لمستوى ما كنتش متخيل إن أقدر أوصله، وإن شاء الله قادر أطوره. وبدأت معاهم من فترة في كورس teaching، وده ساعدني إن آخد شهادة التيسول من جامعة أريزونا. I'm a TESOL holder now from Arizona State University. وبصراحة الخبرة العملية اللي بكتسبها من مس شيري لا تقدر بمثل. بحس فعلا إن المكان مكاني بجد، سواء كورس إنجليش أو كورس تيتشنج. literally أنت بتكتسب اللغة في كورس الإنجليش والمهارة العملية في كورس التيتشنج. شكرا مس شيري، شكرا أستاذ الفاضل مستر محمود. ولو الفيديو ده هيفيد واحد بس إنه يبدأ يتعلم إنجليش ويغير حياته أنا مبسوط. Don't confuse movement with progress. كمل، هي مرحلة ولازم هتعديها، ما تزهقش. See ya, keep in touch.